إذا في انتظار فئة الصغار إخواني أخواتي، وال100 متر حواجز صغار. إذا إخواني أخواتي نرحب بكم مرة أخرى. كان هناك عطب في الصوت، الحمد لله تم إصلاحه. فالآن ستنطلق المسابقة. فتحية للجميع إخواني أخواتي، تحية. إذا إخواني أخواتي بعد قليل سيتم تقديم المشاركين في مسابقة 100 متر فئة الصغار، 100 متر حواجز. فهناك بطولة في يومين، اليوم بعد الزوال وغدا صباحا إن شاء الله. يلا تقديم. شوف هادو يسالوا لي هيك باربعه يمشيو بهم لهيك، هذيك هي المشكله عندنا. إذا تقديم أبطال الصدرية رقم 308 رسالة صفوان GSO، والممر رقم 2 والصدرية 307 إنزالين سعد من القدامى، والممر رقم 3 الجريف سعد الركاز أمامكم الصورة، والممر رقم 4 بنور موسى AGSKA، والممر رقم 5 أجرير أيمن الجيش الملكي، والممر رقم 6 أسد آدم من رمال الداخلة. إذن 6 عدائين في مسابقة الصورة عندك. إذا الصورة إخواني أخواتي أمامكم، انطلاقة 100 متر. تقطع. فغنشوفوا انطلاقة خاطئة. الممر رقم 2 انطلاقة خاطئة إخواني أخواتي، الممر رقم 2. وسنتابع معكم. إذا واضح كل شيء، فبالصورة الأمور سهلة واضحة. إذا إقصاء إخواني أخواتي الممر رقم 2. الحكم سميح هو الآمر بالانطلاقة. يتم إقصاء العداء ممر رقم 2 إنزالين سعد من على ما أظن. إذا انطلاقة مرة أخرى.
انطلاقة خاطئة مرة أخرى. الممر واحد هذه المرة، الممر رقم واحد. ماذا يجري إخواني أخواتي؟ فصراحة هذه بطولة وطنية، هناك تسرع ويمكن كاين ستريس وإقصاء. الممر رقم واحد هذه المرة صفوان GSO تم إقصاؤه، فلا أدري أنه يجب الانتظار. فهذه تدخل في إطار التدريب مع المدرب، يجب انتظار الانطلاقة القانونية وليس أخذ انطلاقة هكذا. إذا إخواني أخواتي، تحية لكم، مرحبا بكم في مباشر من البطولة الوطنية. أقول البطولة الوطنية للصغار والفتيان. إذا فأمامكم الصورة، الركاز تيبان لي العداء الركاز في المقدمة جريف سعد، ويفوز جريف سعد، يفوز جريف سعد من الزمامرة ببطولة المغرب وبطل المغرب للموسم الرياضي 22-23. إخواني أخواتي، فمباشر إخواني أخواتي للبطولة الوطنية تشجيعا لهؤلاء الفتيان والصغار. فصراحة هناك مجهود جبار، تنظيم تظاهرات في المغرب. أقول لكم شيء مهم إخواني أخواتي، أقول لكم شيء مهم، هو أنه حتى الفئات الصغرى إخواني أخواتي، حتى الفئات الصغرى هناك التوقيت الإلكتروني. فلا لاحظتوا معايا غتشوفوا واحد عدة تجهيزات ومعدات رياضية في ملتقى وبطولة وطنية للصغار والفتيان. هذا ما يميز المغرب والألعاب القوى المغربية إخواني أخواتي، أنها ارتقت إلى مراتب متقدمة في تنظيم تظاهرات. ف كاين لي كرونو مفرقين على الملعب كامل، وغتبعوا معايا واحد المجموعة ديال الأشياء إخواني أخواتي. فترحب بالجميع، تنقول لهم عيد مبارك سعيد إخواني أخواتي. فما شفناكمش منذ عيد الأضحى، فمرحبا بكم، نتمنى أنكم. إذا إخواني أخواتي، الممر رقم 1 والسدرية 314 السريدي علاء أضاج الجمعية الدكانية. الممر رقم 2 والسدرية رقم 313 البوتياع نوح الواسك، السدرية رقم 303 والممر رقم 3 309 البرايقي محمد أمين أكسبة سيدي بن نور، والممر رقم 4 الناصيلي طه أضاج، والممر رقم 5 الموساوي عمران من الجيش الملكي، والممر رقم 6 فرحاتي أكرم من الماس. وآخر مطاف إذن إخواني أخواتي، نتابع السلسلة الثانية، وهناك 6 مشاركين. إذن أمامكم الصورة جميلة إخواني أخواتي من البطولة الوطنية. انطلاقة خاطئة، والممر رقم 2، والعداء ما استفدش من أخطاء السلسلة الأولى، فلا أدري ماذا يريد. عداء رقم 2 نوح من الوسك، لا أدري ماذا يقع، فشاف إقصاء جوج ديال العدائين في السلسلة الأولى، ومع ذلك دار انطلاقة خاطئة. ولكن فئات الصغار في طور التعلم، فهذه غيتعلم ليها وغتبقى في الذاكرة ديالو في البطولة الوطنية. وانطلاقة قوية. هنا الممر رقم 3، أظن بأنه رقم 3 يفوز بالسلسلة الثانية، رقم 3 وهو بريقي محمد أمين من سيدي بن نور.
براقي محمد امين سيدي بن نور يفوز بالسلسله الثانيه. والان فئه الفتيان اخواني اخواتي. اذا السلسله اذا اخواني اخواتي كما تبعتوا معايا صور جميله من البطوله الوطنيه. واول سباقات الحواجز، صغيرات فتيات صغار. اما الان مع الفتيان فنتابع بطوله ونحن في إذا محاولة في القفز العالي فئة الصغيرات. تابعوا معي إخواني أخواتي هذه المحاولة لهذه الصغيرة. ومحاولة ناجحة، محاولة ناجحة إخواني أخواتي. فبطولة ديال الفئة الصغرى بطولة جميلة جميلة جدا إخواني أخواتي، لأن هذو هما مستقبل ألعاب القوى المغربية. هذه الفئة الصغرى صغار وفتيان هي القاعدة وهو المستقبل. يجب الاعتناء بهذه الفئات الصغرى إخواني أخواتي. فبطولة وطنية نتابعها إخواني بعد موسم طويل، أقول طويل، في ملتقيات العصبة وملتقيات المناطق والملتقيات الفيدرالية ثم البطولة الوطنية إخواني أخواتي. فصراحة موسم طويل وموسم حافل بتنظيم التظاهرات. يكفي أننا هذه السنة نظمنا 3 دورات دولية، نظمنا ماراثون الرباط، ونظمنا ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، ونظمنا البطولة العربية لألعاب القوى. فصراحة 3 تظاهرات في موسم واحد، 3 تظاهرات في موسم واحد ليست بالأمر السهل. موسم أيضا تميز بعدة أشياء، موسم 22-23 إخواني أخواتي تميز بعدة أشياء إيجابية في ألعاب القوى المغربية إخواني أخواتي. أول شيء اللي عرفته هذا الموسم هي رفع المنح الأندية الوطنية من 500 مليون ل 800 مليون سنتيم إخواني أخواتي. منحة تقدر بتقريبا 35% من الزيادة لمنح الأندية الوطنية، وهذا شيء ايجابي. فالانديه كانت تاخذ 22 مليون ولا تاخذ 26 مليون، والانديه اللي مكلاسيه 90 كانت تاخذ مليون وتاخذ 31 الف درهم. شيء ايجابي وايجابي جدا. شيء اخر اخواني اخواتي لاحظنا في هذا الموسم 22-23 هناك زياده للحكام في تعويضات الحكام. شيء ايضا سجلناه في هذه السنه هو زياده المنح العصب. هذه اشياء ايجابيه سجلها الموسم الرياضي الحالي اخواني اخواتي. ونتمنوا دائما المزيد، نتمنوا المزيد، ونتمنوا دائما الانسان تنعرفوا بان الانسان ديما تيكون كما تنقولوا طماع، فدائما يريد المزيد ويريد الاحسن ويريد، ودائما نتمنى يكون المزيد. لما لا السنه المقبله ولا السنه اللي بعدها يوليو عوض 90 نادي يوليو 100 نادي؟ لما لا؟ كل شيء ممكن. شكون اللي كان تيقول بانه غترتفع المنحه من 500 مليون 800 مليون؟ فكانت هذه اشياء اللي تنسمعوها وتنشوفوها في الفيسبوك، ولكن اصبحت حقيقه اخواني اخواتي. نتمنوا دائما المستقبل يكون احسن من الماضي والحاضر ديالنا، ان المستقبل يكون زوين وتكون نتائج طيبه وتكون صوره جميله لالعاب القوى المغربيه، ويبرزوا عدائين جدد من هذه الفئات الصغرى. وهذه الحياه وتستمر الحياه اخواني اخواتي. اذا محاوله في طول اخواني اخواتي. وخصكم تعرفوا بانه حنا تنخدموا الان في واحد الظروف، كاينه حراره مفرطه
وكاين هنا حتى الشمس مقابله. فاحنا تنحاولوا اننا ننقلوا لكم من كل فن طرف. اذا محاوله اتحاد الاتحاد البنيه هذه ناجحه. نعود الى سباق ال 110 فتيان. اذا كما قلت لكم سنه كانت مليئه بالاحداث الرياضيه، مليئه بمفاجآت، مليئه بتنظيمات. إذا سيتم تقديم المشاركين في مسابقة 110 حواجز فتيان إخواني أخواتي. والتدورة فما تبقى من الموسم إخواني أخواتي. الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد هناك نصف نهائي كأس العرش للناشئين ونهاية كأس العرش للكبار يوم السبت والأحد. والأسبوع اللي مراه تنظن بأن هناك بطولة وطنية للكبار. بعد ذلك سبت وحد هناك نهاية كأس العرش للكبار يوم السبت ونهاية كأس العرش للصغار يوم الأحد. فنهاية غتكون بالرباط. وينتهي الموسم الرياضي 2022 2023 ونتمناو نختموا الموسم ديالنا ان شاء الله. نتمناو على انه تكون مشاركه في بطوله العالم بودابست، ويكون المغرب في منصه التتويج ونسمعوا النشيد الوطني مره اخرى. نتمناو التوفيق لابطالنا المغاربه وفي مقدمتهم البطل العالمي والاولمبي سفيان البقالي. نتمناو ليه الخير. وكنت نتمنى واحد المجموعه ديال بعض المقالات في الفيسبوك وبعض الكلام. اخواني اخواتي، يجب ان نكون ايجابيين، يجب ان نكون ايجابيين في سلوكاتنا وكتاباتنا، وان نشجع بالكلمه الطيبه ابطالنا. يجب ان نشجع ابطالنا بالكلمه الطيبه. فانسان تيجي بجره قلم يقول كلام يمكن يسيء ويمكن يقلق ويمكن يحطم عداء. لا لا لا. فتنتمنوا على ان نكونوا ايجابيين. الكلمه الطيبه صدقه، كلمه طيبه صدقه. قول كلمه طيبه تمنى الخير تلقى الخير. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. وي إذا إخواني أخواتي، تحية لكم مرة أخرى. شكرا لشركة الراس سايمر. صراحة اليوم شفتها جايبة واحد مجموعة أجهزة جديدة محطوطة في الميدان، دي كرونو، داك الشيء دو كاليتي، شيء جميل جدا إخواني. يساهم في ارتقاء العراقية والمغربية. هذا هو الشيء الإيجابي إخواني أخواتي، خصنا نقولوه. ما كان شي حاجة خايبة خصني ندوز، أما نقول زوينة. نبقى إيجابي، نبقى إيجابي. السلبي لا. إذا سيتم تقديم العدائين. إذا غنقلوكم شوية دفع الجلة إخواني أخواتي صغيرات. فتشوفوا معنا واحد المجموعة وتنطلب الإخوان يدخلوا معنا. فالصورة الآن في دفع الجلة صغيرات. فنقول لكم التوليد، نقول لكم الهاوتور. الآن تنقلوا لكم دفع الجلة. احنا معكم في كل محطة البطولة الوطنية إخواني أخواتي، وهذا شيء إيجابي على أنه أصبحت ألعاب القوى المغربية حاضرة في وسائل التواصل الاجتماعي. بل هناك متابعة من المغرب ومن الوطن العربي بل من إفريقيا إخواني أخواتي. فلما دخلت إلى مباشر
ملتقى محمد السادس لألعاب القوى وجدت دولا إفريقية عديدة وكثيرة إخواني أخواتي. فلا قلت لكم بأنه دول لفرنك أنغلوفون ككينيا كإثيوبيا كجنوب إفريقيا، واحد مجموعة الدول اللي ربما كاع ما تعرفوناش نقولوا، ولكن تبعوا معنا المباشر كاملا، ولا دخلتوا اللايف دخلوا شوفوا لي كومونتير وغتلقاو واحد المجموعة ديال الناس اللي كانوا متبعينه من دول إفريقيا، دول عربية، من إخواننا في المهجر في أمريكا وأوروبا وحتى من أستراليا، وهذا شيء إيجابي. فألعاب القوى الآن فنتابع معكم إخواني أخواتي، نتابع معكم سباق دفع الجلة والقفز العالي، محاولة بالقفز العالي، شكرا، محاولة خاطئة. فنحاول أن نقول لكم من كل فن طرف، فكل شيء شوية من هنا شوية من هنا باش نرجعوا للسنتيمتر. تحية لكل المتتبعين الكرام من المغرب والوطن العربي. وفي نفس الوقت إن شاء الله غتبدا بعد قليل الساعة 5 على ما أظن مسابقات ألعاب العربية بالجزائر، وسنوافيكم ببعض النتائج اللي غنتوصلوا بها. فلا توصلنا بنتائج غنقولوها لكم في المباشر. فواحد مجموعة ديال الدول العربية تواصلوا معايا خلال البارحة، واش هل هناك نقل للبطولة العربية على صفحة أسرة ألعاب القوى. فاحنا هنا في نقل البطولة في البطولة المغربية لفئة الصغار والفتيان إخواني أخواتي. إذا ننتظر انطلاقه وحنا نتابع إخواني أخواتي دفع الجلة. صراحة هذا الميدان شحال ديما نظمنا فيه بطولة وطنية، حلبة جيدة، كل المواصفات متوفرة فيها، كل المواصفات إخواني أخواتي. واليوم حنا تنعيشوا بطولة جميلة جميلة جدا. هذه بطولة وطنية لفئة الصغار والفتيان بمواصفات رائعة. فغتابعوا معايا بعد قليل وغتشوفوا واحد المجموعة ديال التجهيزات، صراحة مواصفات جميلة جميلة لهذه البطولة هذه. إذا المشاركين في مسابقة 110 السلسلة الأولى، هناك مضمون عمر من الفتح، الموساوي محمد أمين من أسرع، صابير زكريا من أضاج، نمار آدم من الهان، الرسام هارون من أضاج، والهرشت رضوان من أسئر. هادو هما المشاركين في السلسلة الأولى فئة فتيان. نتابع معكم فحتى الحكام، فمجموعة الحكام والحكمات، أقول حكمات، فالمرأة المغربية تساهم في حتى في تنظيم تظاهرات وحضور قوي للحكمات. هذه نقطة إيجابية إخواني أخواتي. فالمرأة شريكة الرجل في كل شيء، في العمل، في الاجتهاد، في العطاء، ليس بالكلام، بالفعل. إذا محاولة في دفع الجلة نتابعها الآن، محاولة لا بأس بها. أقول دائما كلام، وتواصلت معي واحد المجموعة ديال الأندية الوطنية، يلزمنا العمل، هذا ما يلزمنا. عندنا حلبات، عندنا معدات، عندنا وليدات اللي بغاو يخدموا، يلزمنا العمل، نزيدوا نخدموا صافي. إلا زدنا خدمنا كونوا على يقين غيكون كلشي بخير، لأن العمل تيبدا من هاد الفئة الصغرى. هاد الفئة الصغرى غتصور معايا عندي كادي تيلوح 18 البوا، ساهل توصل مع ال 21، حتى تلقى كادي تيلوح 7 مترو،
فغتخدم معاه فين غتوصلوا 11 12 مترو. دونك العمل خصو يكون عندنا عمل، يكون عندنا اطر مؤهله للعمل باش يمكن لينا الا بغينا نمشيو نجيبوا ميداليات على الصعيد العربي، على الصعيد افريقي، على الصعيد العالمي. خصنا عمل القاعدي نبداو نشتغلوا اخواني اخواتي مع الوليدات ديالنا، نعطيهم الوقيت ديالهم، الحصص التدريبيه ديالهم، ونوقفوا معاهم باش يمكن يكون عطاء. كاين اللي عداو كيدري مره في الاسبوع، اش غيوصل؟ فين غيوصل؟ فين غيوصل؟ ما يمكنش. فغتقول لي الدراسه، غنقول لك اوكي، غتقول لي الحفاظه، المراجعه. الدري تيولي عنده تيخرج من المدرسه مع 6 تيدير كاسكرو تيمشي للمراجعه، وقت غيتريني. اذا انطلاقه بعد قليل، اذا انطلاقه ديال 110 حواجز فتيان. اذا الماده الخام موجوده، واللي يدخلوا عندي تنقول لهم الله يجازيكم بخير. انطلاقه ناجحه وقويه. من سيفوز؟ الممر رقم 4 اظن نامار ادم على ما اظن، ولا العداء صابر زكريا 336 صابر زكريا من اداج. اذا اداج اخواني الجمعيه الدكانيه تفوز هنيئا. ما عندناش النتائج عند راس السيمر، فالعدائين تيسولوا. اذا اداج يفوز ببطوله المغرب وبطل المغرب للموسم الرياضي 2022 23. الجمعيه الدكانيه هذه جمعيه تاسست عندها 3 سنين في العاب القوى وبدات تعطينا ابطال المغرب. هناك عمل، هناك عمل. دينا اخواني اخواتي الان مسابقه 3000 متر، 1000 متر صغيرات. امامكم الصوره اخواني اخواتي، نحاول ان ننقل لكم كل الجوانب التظاهره، فاحنا معكم بالمجهود وانتم معنا بالبارطاج. فاللي يدخل عندنا يبارطاجي معنا تنقولوا ليه شكرا لك على المجهود. ما تقدرش تكبر داك الخط شويه شويه. فالصوره ممتازه، شكرا للسي العربي الخوا. فما يمكنناش نديروا ان لايف، خص البيرسونيل. فالعربي الخوا الان شغال، فتيخصنا جوج 3 المصورين اخواني اخواتي باش يمكننا نديروا لايف ستريمينغ بهذه الطريقه هذه. فواحد خصو يكون في لي لونسي في لي كورس، واحد يكون في لي لونسي، واحد يكون في لي سو، وواحد يكون موبيل في لي كورس، وواحد يكون فيكس لي. أربعة ديال الناس ماشي سهله، ولكن كما تنقولوا اسره العاب قوى تستحق. هاد الناس يتبعونا يستحقون. فصراحه اقول شكرا لكل من ساهم في ان يكون عندنا لايف ستريمينغ في العاب القوى المغربيه. هناك من ساهم، هنا من كانت له اراده قويه، هناك من ركز على ان يكون عندنا هذه المباشرات. اقول له شكرا 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 بدون ذكر الاسم. اذا اخواني اخواتي السلسله ديال لي كادي، السلسله الثانيه لاريفي وتيبان لي الصدريه 342 على ما اظن، هو